بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. موسم رياضي جديد، موسم 2025 2026 الأهلي ومودرن سبورت. في الأسبوع الأول الحمد لله بنبتديها بدري بدري وكأنك أبو زيد ما غزيت ولا كأننا عملنا أي حاجة، والجواب بيبان من عنوانه. الأهلي بعد الميركاتو التاريخي اللي عملوه من استخدام محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، قبلهم أشرف بن شرقي، معاهم احمد محمد شكري من سيراميكا كليوباترا، احمد رمضان بيكهام، ومصطفى ياسين مرعي. بعد الميركاتو ده وبعد رحيل وسام ابو علي واستخدام محمد شريف، يعني عمل كل حاجه ممكن تتخيلها، ورحنا كاس العالم انديه ورجعنا من كاس العالم الانديه وقلنا معلش اصل المدير الفني لسه ما تعرفش على اللعيبه، واول اختبار ليه هو كان كاس العالم الانديه، وده اختبار ظالم وكل حاجه. المهم يا سيدي، اللعيبه خدت اجازات وطلعت الساحل وروقت على حالها، وبعد كده رجعنا معسكر في تونس. طلعنا تونس اتشمسنا شويه هناك ورجعنا لعبنا ماتشات وديه هنا، ودخلنا على موسم الجد اللي ما فيهوش هزار. الموسم اللي انت عايز تاخده وتاخد افريقيا وتطلع انتر كونتيننتال وتضمن مشاركه في كاس عالم انديه 29 سنه 29 ان شاء الله. آه، فبتصطدم بالاسبوع الاول بمودرن سبورت اللي كان مهدد بالهبوط السنه اللي فاتت، واتلغى الهبوط عشان خاطر النادي الاسماعيلي. مودرن سبورت ما عملش صفقات قويه يعني ولا حاجه، ما عملش انتدابات قويه، جاب كام لعيب مش معروف. يمكن ابرزهم محمد ابو جبل ورشاد المتولي من بتروجيت. غير كده انا مش شايف الفرقه فيها حد يعني رهيب ولا حاجه. بيبتدي الماتش، مودرن سبورت راكن الاتوبيس، وده وضع طبيعي يعني. وضع طبيعي اللي انت شفته النهارده ده هتشوفه في كل ماتشات الدوري، ان مفيش فرقه هتفتح خطوطها قدامك. كل الفرق نظريا وعلى الورق اقل منك بكتير، فاكيد الفرق كلها هتلعب زون ديفنس. ده وضع طبيعي، بيلعبوا من تلت الملعب تحت الكوره، ما فيهاش كلام. انت فين حلولك؟ انت قعدت شوط كامل متكامل ما عملتش اي خطوره على مرمى ابو جبل. شوطه يتيمه وحيده لتريزيجيه في اخر الشوط وخلاص وشكرا على كده. الاهلي بقى بدا بمين؟ بدا بمصطفى شوبير، وهو ترسيخ لفكره ان انا عايز ابتدي الكوره من الجول يلعب على الارض. حلو، تمام. بدات بمصطفى بياسين مرعي ان هو لعيب كوره ولعيب اشول ويقدر يبتدي الهجمه بشكل مظبوط، تمام. ياسر ابراهيم مساك قوي، تمام. محمد هاني اللي مؤجر المكان ده، تمام. محمد شكري اللعيب اللي انت جايبه من سيراميكا كليوباترا، الباك الشمال اللي ما عندكش غيره، منطقي. وسط الملعب العك بقى، هنا بقى بدأنا ندخل في مراحل العك. لعيب 6 احمد رضا، ودي الغلطة البشعة اللي عملها روبيرو. احمد رضا ما ينفعش يلعب رقم 6 لوحده في المتسابة، وقدامه محمد علي بن رمضان ومحمد مجدي بيه قفشه. قدامهم زيزو على اليمين، تريزيجيه على الشمال، محمد شريف راس حربة وحيد. طبعا انت عايز تضغط عالي عشان تسترجع الكرة بسرعة. ايه اللي بيحصل؟ ان ما عندكش اللعيب القشاش، اللعيب الديفندر. الكرة بتطلع من مناطق الخلفية المودرن سبورت عادي جدا، بتروح نص الملعب. احمد رضا ما بيعرفش يبقى كساحات اذيه، مش اليو ديانج، مش مروان عطية. اللعيب البروفايل ده انت كنت محتاجه النهارده، انك انت ما تنزلش قفشه، تنزل احمد رضا ومحمد علي بن رمضان وتحتهم اليو ديانج. ده عشان تحافظ على المنظومه وتحافظ على صلابه نص الملعب الدفاعيه وتسترجع الكوره. يعني انت مش كده، مش معناها ان انت بتدافع، معناها ان انت بتسترجع الكوره بسرعه وعندك بروفايل اللعيب الغتت او اللعيب القوي، اللعيب اللي بيكسر اللي يدخل يخبط في لعيبه نص الملعب. لكن انت نص ملعبك كان مباح وكان كيوت وكان لذيذ وكان ظريف وما كانش فيه اي حاجه، لان احمد رضا لعيب بيلعب بشوكه وسكينه ولعيب بدنيا مش احسن حاجه ومش اقوى حاجه، فما يقدرش يلعب الدور ده لوحده. ناهيك بقى عن مجدي قفشه، واللي انت مش عارف هو عايز ايه من حياته كلها، من حياته كلها. لعب تقليدي بين زيزو ومحمد هاني. محمد شريف مختفي تماما، ما بتوصلوش اي حاجه وما بيحاولش على اي كوره. تريزيجيه نازل بيحنكش الحنكشه الطبيعيه بتاعته، خلاص هي الفوله بانت، الفوله بانت يعني. بص، من بعد ركله الجزاء بتاعت ماتش انتر ميامي وتريزيجيه هو رجع للنسخه اللي انت بتكرهها في منتخب مصر. يعني نسخه منتخب مصر اللي بتكرهها في تريزيجيه اللي هي مش الفتره دي، لا اللي قبلها، فتره الحنكشه.
فتره ان انا هاخد الكوره وعايز ادخل عايز اقطم، هي نفس الطريقه اللي بيعملها وسربعه واستعجال وكل حاجه. مودرن سبورت على الناحيه الثانيه قدر انه يموت رتم الجيم، يخبط في اللعب، لعيبه تقع، يضيع وقت، وده مشروع مليون في الميه. فرقه بتلعب جيم قبيح تمام، ما عنديش مشكله خالص طالما انت في حكم المفروض انه بيحسب كل كبيره وصغيره. عديت شوط كامل من غير اي تاثير هجومي، من غير اي تسديده، ومن غير اي خطوره، من غير اي ملامح هجوميه اقدر ان انا حتى اكلمك عنها. بدانا الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني من ركنيه بيرفعها احمد زيزو على راس احمد رضا، بيحطها بشكل كويس جدا، وهدف يفك الماتش ويفك لك طلاسم الجيم. لكن عكس المتوقع، لان انت برضو كمدير فني وكلاعيبه محفظهم على ان انا هبتدي الكره من تحت بصرف النظر عن اي ضغط قدامي عامل ازاي. مصطفى شوبير بيلعب الكره لكريم فؤاد اللي بيلعبها على المغمض، تتقطع ترد لحسام حسن مهاجم مودرن سبورت، بيحطها بشماله روعه الروعه، ويتعادل مودرن سبورت تعادل مستحق. ليه؟ لان في مدير فني مذاكر كويس جدا وعارف كويس جدا هو عايز ايه، هو الكابتن مجدي عبد العاطي. استمر الماتش وسجال راح راجع بين الشوطين. نسيت اقول لك ان طلع مجدي قفشه ونزل طاهر محمد طاهر، طلع طلع لعيب كمان هقول لك مين، طلع محمد شكري ونزل كريم فؤاد. حلو، بس هو اللي نزل يعمل ايه؟ يعني طاهر معروف انه نزل يلعب وينج يمين مكان زيزو، وزيزو يدخل في النص تمام. لكن كريم فؤاد وشكري انا مش شايف ان في فرق ما بينهم، غير ان ده بس كان واخد انذار يمكن بيحافظ عليه عشان الانذار. تعدي المباراه، مودرن سبورت بيجي له ركنيه، بترفع ركنيه على راس المدافع بتاعهم اللي ماسكه محمد شريف، اللي ما بيعرفش يلعب بدماغه. يعني محمد شريف اصلا لعيب ضعيف في العاب الهواء، ما ينفعش انك انت تخليه ان هو يمسك مدافع بيعرف يلعب بدماغه. بيطلع يركب الكره يحط الجول الثاني 2-1 في الدقيقه 75 او الدقيقه 72 حاجه كده يعني. والماتش رايح ناحيه مودرن سبورت. ستر ربنا ان الاهلي بيجي له فاول يرفعه زيزو، بيحط ياسين مرعي جول التعادل في الدقيقه 77. وبرده انت من الدقيقه 77 للدقيقه 100 وما اعرفش كام اللي احنا ما عملناش اي حاجه تذكر غير الكره بتاعت محمد علي بن رمضان اللي لعبها العرضيه بتاعت زيزو اللي لعبها محمد علي بن رمضان اللي حطها في العارضه. بس غير كده انت مالكش اي ملامح، مالكش اي فكره. انت انا نزلت بن شرقي مكان تريزيجيه، ونزلت ما اعرفش احمد نبيل كوكا مكان احمد رضا، انا نزلت جراديشار مكان محمد شريف. كل ده للاستهلاك وليس اكثر. لكن انت بتبدل قصب بقصب او بتشيل، لكن فين الهجمه، فين الفرصه، فين الجمله، فين اي حاجه بتحصل؟ انا ما حسيتش ان الاهلي عنده كوره غير بس في الشوط الاولاني، في فكره انه بيلعب من تحت مش اكتر، تدرج بالكوره وكوره على الارض، ما فيش الكوره الطوليه او الكوره البالونيه اللي احنا كنا بنكرهها ايام كولر وايام موسيماني. ولكن عدا ذلك انت عندك لعيبه بكواليتي عاليه عكس كل السنين اللي فاتت. لعيبه كلها عندها كواليتي، ولكن ينقصهم لعيب المحرك اللي هو البلاي ميكر، واستبدلت ده بمحمد علي بن رمضان. اذا انت ما عندكش اي نواقص غير وسام ابو علي اللي انت سبته يمشي بمزاجك وما جبتش مكان مهاجم وراهنت على اللي موجودين بس. وبرده مش حجه وبرده مش مبرر للاداء اللي احنا شفناه ده. من هنا بقول لك ان الجواب بيبان من عنوانه ان روبيرو هو ما هو الا نسخه مكرره من سوارش المدير الفني الاورجواياني تقريبا. تقريبا يعني على ما اتذكر سوارش اللي جه من 3 سنين وخسر الدوري وخسر الكاس وكان شكلنا وحش جدا، ولعبنا اضطرينا نكمل بالفريق الصغير يعني او بالناشئين عشان نريح الفريق الكبير، وطلعنا ثالث في الموسم ده. المدير الفني لا، هو النهارده ملوش اي عذر. حضرتك يا باشا بقالك اهو حوالي شهرين ونص مع الفريق، عارف كل كبيره وصغيره، خدت وقتك، لعبت كاس عالم ما حدش كلمك بعديها، عملت معسكر، لعبت وديات، قريت الفرقه وهضمتها وذاكرتها المفروض كويس جدا، حطيت ايدك على التشكيله الاساسيه والتشكيله الاحتياطيه، وبقيت بتلعب ماتش الصبح وماتش بالليل، ومالكش اي حجه غير ان انت مش مذاكر كويس. المطلوب منك ان انت بتمرن اللعيبه على ان تفك التكتلات المتوقعه انها تقابلها في الدوري
تفك الكلام ده بايه؟ بتسديده، بعرضيات، بفاولات انها تتعمل بشكل مظبوط. اذا يا ريت، انا عارف اللي بقوله ده ضرب من ضروب الخيال، بس انا شايف ان احنا بنضيع وقت مع المدير الفني ده، انه مش هيجي من وراه اي جديد. صدقني واشتري مني، الراجل ده مم، يعني جاي في الفريق الغلط. يعني ممكن ينجح مع فرقه تانية بس مش الاهلي، ممكن ينجح مع الزمالك، ممكن ينجح مع اي فرقه، لكن الاهلي بالمستويات اللي بيلعب فيها، بمستوى اللعيبه اللي معاه، بالفرق اللي بتلعب قدامه بشكل مقفل وشكل رزل وكل الكلام ده، لا، احنا بنضيع وقت. اداره الاهلي ارجو البحث عن بديل من دلوقتي، لان احنا بنضيع وقت وهنكلف نفسنا بطوله الدوري، بطوله افريقيا. الراجل ده استمر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عموما اللهم بلغت اللهم فاشهد، انا متاكد ان في جزء من الاعلام هيطلع يتكلم على الموضوع ده، ويتكلم على ان ريبيرو مدير فني ضعيف، وان هو اقل بكتير من طموحات ومستوى النادي الاهلي. وفي جزء تاني هيطلع يقول لك اصل المدير الفني لسه، واصل ده اول ماتش والدوري طويل. وده حبيبي، انا ما يشغلنيش بنقط، انا يشغلني اللي اشوفه في الملعب، يشغلني اللي اشوفه في ال90 دقيقه، يشغلني احنا بنقدم ايه بالصرف، والنتيجه دي اخر حاجه ابص لها، اخر حاجه ابص لها النتيجه. انا مشكلتي في المنظر اللي انا شايفه في 90 دقيقه وما بعد ال 90 دقيقه. الحكم حسب لنا 8 دقائق في الشوط الاولاني و9 دقائق في الشوط الثاني. يعني اذا انت لعبت اكتر من 105 دقيقه ما قدمتش فيهم اي شيء يذكر غير جوال بعرضيات من احمد سيد زيزو فقط. عموما ده اللي كان عندنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله في الاسبوع الثاني من الدوري. تصبحوا على خير، السلام عليكم.